السلام عليكم، اهلا حبايبي. النهارده هنعمل معاكم ميني بيتزا بطريقه سهله وبسيطه هشه جدا وطريه وناجحه 100%. وقبل ما نبدا متنسوش تعمل لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ووصلوا القناه ل100 مشترك. ويلا نشوف الطريقه. اول حاجه هنعملها هنختبر الخميره. هنحط معلقه ونص خميره، وهنحط عليهم معلقتين كبار من السكر ونص كوبايه ميه دافيه. وهنقلبها كويس عشان السكر يدوب وهنسيبها على جنب. وهنعمل دلوقتي العجينه. معانا 4 كوبايات من الدقيق، هنحط عليه رشه ملح و3 معالق كبار من اللبن البودره. وهنقلب كل المواد الجافه مع بعض. وبعد ما الخميرة عملت فقاقيع على الوش هنحطها على الدقيق وهنقلب كله مع بعضه. وهنبدأ دلوقتي نعجن بمية. نحط شوية بشوية ونعجن حسب نوع الدقيق بتاعك هياخد قد ايه. هنحط 4 معالق كبار من الزيت وهنبدأ نعجن فيها. العجينة بتاعتنا دي بتبقى مش متماسكة قوي، بتبقى ملزقة شوية. وهنكمل عجن وهنرجع لكم تاني. اللي لسه محطش لايك ينزل يحط لايك. وبكده نكون خلصنا عجن. هنسيبها دلوقتي تخمر، هنغطيها وهنحطها في مكان دافي لمدة ساعة او نص ساعة وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد نص ساعة. العجينة بتاعتنا خمرت زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ دلوقتي نشكلها. هنعملها كور. ممكن تعمليها بالحجم اللي انت عايزاه، صغريها تكبريها. انا هعمل 12 واحدة بال4 كوبايات دقيق. وانت بتقطعيها حط على ايديكي زيت علشان ما تلزقش في ايدك. وهنحط على الصينية بتاعتنا دي. هنعمل دلوقتي الصلصة بتاعتنا. هنحط معلقتين كبار من الصلصة وهنحط عليهم 3 معالق كبار من الكاتشب وهنقلبهم كده مع بعض. وهنحط عليهم فلفل ورشة ملح علشان ما تبقاش حادقة قوي، عشان الصلصة والكاتشب فيهم ملح. وهنقلب كله مع بعضه وهنحط عليهم معلقة زيت ومعلقتين كبار من المية عشان نخففها ونقلبها كده كويس. وبكده نكون خلصنا الصلصة بتاعتنا. والحشو اللي احنا هنستخدمه للبيتزا صلصة فلافلة، زيتون مخلي، وجبنة رومي او اي نوع جبنة انت تحبيه، وزيت. هنبدأ دلوقتي نفردها. هنجيب اول واحدة وهنجيب كاس وهنحطه في الزيت ونضغط عليها كده عشان نعمل حوافي من الطروف. وبعدين نضغط من النص عليها عشان ما تبقاش تخينة قوي وتبقاش عجينة. وهنعمل التانية بنفس الطريقة وهنعمل الكمية بتاعتنا ونرجع لكم تاني. وبعد ما خلصنا فرد فيها نجيب الشوكة وهنخرمها كده في النص عشان ما تتنفخش مننا وهي في الفرن. وهنحط دلوقتي الحشوة بتاعتنا. هنحط اول حاجة اللي هي الصلصة، مش هنحطها على الطروف علشان ما تتحرقش. وهنفرد كله كده. وهنحط دلوقتي فلافلة. ممكن تحطي لانشون، اي نوع حشوة ممكن تحبيه. وهنحط جبنة رومي، ولو عندك جبنة موتزاريلا حطي. وهنحط زيتون. وقبل ما ندخلها الفرن هنحط على الوش زيت علشان الجبنة تسيح. وهنحطها في الفرن على درجة حرارة 200 وهنرجع لكم تاني. وده شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. ولعنا عليها من تحت. اول لما احمرت ولعنا الشواية عليها من فوق عشان الجبنة تسيح وهنسيبها تبرد. ريحتها جميلة جدا ووشها زي ظهرها واخدة لون جميل ذهبي وهشة جدا وطرية وطعمها جميل جدا. وجربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش تحط لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. استنوني في فيديوهات جميلة وجديدة على قناة مطبخ مريم. وسلام.